شي واحد هرقاوي ما قالهاش ليه بهذه الطريقه هذه، ولكن قال ليه شي اب طيب. لموظفه انصحهم بعدم الزواج من اي موظفه. دابا حنا نناقشوا من الناحيه القانونيه. كيقولش مثلا هذا الراجل موظف ما خصوش يتزوج، كيقول الموظفه يعني يميز او يمارس عنفا رمزيا ضد النساء رجبها من عند بن كيران. هو كيقول بفمه المليان الزول ودحية طيبة رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران كيجيب الشيخ صار باش يغني ليه الراب الإسلامي. قبل ما نجيو الإخوان لهذه النقطة هذه غادي نوقفوا عند واحد الشبهة عالمية دار لنا الشيخ صار نحن كمغاربة في قناة عربية. تقريبا هذه واحد 4 أيام ولا 5 أيام خرج هذاك الشيء، راه كيبان الهربة الإخوان بكل ما تحمل الكلمة من المعنى. تقريبا المدة ديال ذاك البرنامج يعني سؤال مباشر كانت فيه 54 دقيقة تقريبا. الصحافه اش دار ليه في البدايه؟ كيحط ليه جلوفه ديال البنان، يعني منذ البدايه كيحاول انه يجرع عنده، كيثبت عليه بعض الامور من اجل فيما بعد باش انه يبقى يسماتشي عليه. قال له ودي واش انت داعيه؟ نقدر نقول داعيه او واعظ. تقدر تقولها نعم، هذا يكون شرف لي. نعم. واش انت قراتي لشي شيوخ؟ هل هناك مشايخ، أسماء معينة من مشايخ في المغرب أو خارج المغرب تعلمت على يديهم، تابعتهم مثلا، زكوك أو تحدثوا عنه؟ وبدا كيجرع عنده حتى تبتو مزيان. ماذا قرأت من العلوم الشرعية سيدي الياس؟ شيء قليل من التوحيد، شيء قليل من الأحاديث، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم طبعا، تفاسيره. هذه الأشياء تيسر لك، والحمد لله الآن جميع العلوم الشرعية متيسرة عبر الإنترنت. جميع صحيح. الشيوخ يقدمون دورات علمية، كذلك يوتيوب، موقع يوتيوب فيه دورات كثيرة وكثيفة جدا ممكن أن يستفيد منها أي أحد ويبلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. بدا كيعطي في هذه الاسئله هذو التجرع عنده، ومن بعد بدا كيصباط عليه. ممكن تقول لي انت ايش هي هذه الشروط اللازمه؟ صفات انت كداعيه اليوم تصنف نفسك على انك داعيه، الا تعتقد نعم. بانه هذا التوصيف يقتضي وجود شروط او صفات معينه؟ أنا ان يكون مؤمنا بالله، مطلعا قارئا للقران، حافظا للقران، مطلعا على العلوم الشرعيه، نعم. على المذاهب الفقهيه، عالما فيها، يعني كثير من الصفات، لينا في الجدل وفي الدعوه. هل تعتقد انه هذه الصفات تنطبق عليك؟ قال لي انت كتقول بان الناس والمواطنين ما خصهمش انهم يتزوجوا يعني بموظفه، واش هذا الشيء معقول؟ واش هذا الشيء كاين في الاسلام؟ قال لي انت كتاثر في بزاف ديال الناس كيتبعوك، واش هذا الشيء ما كتاديش الناس؟ وقال لي نعطيك نموذج. قال لي انت كرجل، قال لي انت مزوج عندك وليدات، بدا كيقول لي هي، قال لي انت فاش بغات تولد الزوجه ديالك؟ لما كانت زوجتك حامل كانت تراجع المستشفى، من كانت تراجع، طبيب ام طبيبه؟ نعم، هذا موضوع انا اتوقعه. نعم اكيد تراجع طبيبه. فين ديتها؟ قال لي عند طبيبه. قال لي هي ولدت عند طبيبه امراه. نعم. اذا كيف تعارض ان تتزوج؟ الا يحق لهذه الطبيبه ان تكون ذات عائله واسره وان تتزوج؟ واللي مثير الغريب واللي كيجيب الضحك، يعني فاش غادي يسمعوا الانسان اللي كيبان بلي انه كيخدم شويه ديال المنطق غادي يموت يتفرشغ بالضحك الاخوان. قال لي اودي ديك السيده اللي ولات الزوجه ديالك كيفاش كتشوفها؟ واش ماشي من حقها انها تتزوج؟ قال لي عرفتي واحد الجواب غريب جدا. قال لي اودي هذيك السيده سخرها لي الله باش انها تولي لي الزوجه ديالي. هذه الطبيبه نعم. الان التي ولدت نعم. زوجتك وطببتها يعني نعم. وكانت مرافقه لها على مدى رحله ال9 اشهر، يعني في كل تفصيله من تفاصيل حياتها نعم. تقريبا نعم. في هذه الفتره يعني نعم. هذه الا يحق لها ان تتزوج أو هل هي مقصره اصلا في رعايه اسرتها؟ هل هذا حكمك؟ اكيد انا حكمي هذه مقصره، أكيد أنها ستقصر في حق اسرتها وحق ابنائها لكي تعالج زوجتي. الله سخرها لي وهي مشكوره، أشكرها لأنها قصرت في حق زوجها وأبنائها لكي تعالج لي زوجتي. شوف واحد الطريقة باش كيفكر. دابا واحد الإنسان كيفكر بلا منطق، واش ممكن أنه يقول بحال هاد الهضرة هذه باش أنه يمشي ويقول بلي أن الله عز وجل هز واحد السيدة أخرى موظفة وسخرها ليه هو. دابا شنو هو الفرق؟ السؤال غادي يطرح ليا بالزربة، وشنو هو الفرق ما بين الطريقة باش كيفكر هاد السيد والطريقه باش كتفكر ديك السيده اللي تعتقلت هاد الايامات هادي، اللي مشات كتبات في داك التوني ديالها وفي ديك التيشيرت ديالها الله إز كذا وكذا. دابا هذا كيخلي كيعطي الراس الحق، انه يمشي يقول في قناه فضائيه يعني عربيه ماشي غير في المغرب، يعني دار لنا شوهه عالميه، كيمشي يقول بلي ان الله عز وجل سخر ليه طبيبه وموظفه باش تولي الزوجه ديالها. الله سخرها لي وهي مشكوره. واش هذا الشيء معقول؟ من بعد داك السيد او داك الصحفي عاود سولو، قال له ودي واش ما كتشوفش لانك كتدي الذنوب؟ قال لي يقدر مثلا واحد الاب
حشم يقول ليه هرقاوي، قال ليه مثلا شي واحد هرقاوي، حشم ما قالهاش ليه بهذه الطريقه هذه، ولكن قال ليه شي اب يكون على قد الحال غادي يسمع لك وغادي يمشي يخرج بنته من الخدمه. أب طيب. لموظفة نعم. أو لطبيبة استمع إلى نعم. رأيك واقتنع به ثم حرمها أو أخرجها من وظيفتها، ألا تتحمل أنت ذنبا في هذا الأمر؟ نطوروا كاع النقاش حنايا باش داك الشيء اللي كيدار في المجتمع. وانا كنعرفوا واحد السيد داير بحال هكا، عنده بنته شدات 4 ايام وكتقرا مزيان، من بعد 4 ايام خرجها من المدرسه، قال لك اودي ما خصهاش تمشي تقرا لانه البلاصه الليسي اللي غادي تمشي ليه بعيد. اذا هذا السيد هذا ينتمي الى حركه اسلاميه او دينيه سياسيه الى غير ذلك، يعني هذا السيد هذا متاثر بدوك الافكار اللي دايرين بحال هكا. اذا هذا الشيخ صاروا اللي بحاله، واش ما كيتعداوش على المجتمع؟ واش ما كيتعداوش على الناس؟ لا، لماذا سأتحمل ذنبا؟ لأنك كنت السبب في إخراجه لابنته من وظيفتها. والغريب والمثير دابا داك السيد اللي كيسولوا والناس تفرجوا فيه غادي يعتقدوا بان كاع المغاربه كيفكروا بهذه الطريقه هذه. اذا هذا السيد هذا الشيء كيقول مثير وغريب، والمثير كاع قال ليه لا انصح، يعني باقي كيأكد عليها، قال ليه لا انصح انا الناس انه يمشيو يتزوجوا بموظفه. أنا شخصيا ومن انصحهم بعدم الزواج من اي موظفه. دابا حنا نناقشوا من الناحيه القانونيه. دابا القانون في المغرب عندنا نص قانوني واضح اش كيقول، هو الرقم ديالو بالضبط هو 103 13. 103 13 هذا قانون يتعلق بمحاربه العنف ضد النساء. دابا هذا السيد هذا فاش كيخرج كيقول لك اودي بانه ما خصش زعما ان الموظفه تتزوج، واش ماشي عنف رمزي هذا على اساس الجنس؟ لانه ما كيقولش هو الراجل، ما كيقولش مثلا هذا الراجل الموظف ما خصوش يتزوج، كيقول الموظفه، يعني يميز او يمارس عنفا رمزيا ضد النساء. هادشي هو اللي كيبان لي الاخوان. نتوما قولوا لي زعما الاراء ديالكم في التعليق، واش هذا الشيء كنقول صحيح ولا ماشي صحيح، ورجعوا قراو هذا القانون بالضبط. هو الرقم ديالو 103 013 كيتعلق بمحاربه العنف ضد النساء، واللي داروا هما الناس ديال البي جي دي، يعني دار في عهد البي جي دي، يعني تنشر في الجريده الرسميه في سنه 2018 ودخل حيز التنفيذ في ديك الساعه. انا بغيت نعرفها الاخوان وطلعوا هذا القانون وقول لي واش هذا الشيء اللي كينشر هذا خونا هذا ما كيتعارضش مع هذا القانون، واش ما كيتعتبرش عنف ضد النساء. نمشيو ونطوروا النقاش، لانه قال لي اودي واش انت كتعتبر راسك داعيه؟ قال لي انت فشلتي في الراب ومن بعد فشلتي في داك الشيء ديال داك التطبيق ديال الزواج، قال لي انت في الداعيه ناجح. قال لي انا كيشوفوني الالاف والمئات الالاف ديال المغاربه، قال لي انا كنشوف راسي ناجح. لان هنايا دابا حنا ما كنخاطبوش هذا السيد هذا كشيخ صار ولا ما عرفت سميتو، كنخاطبوا الناس او كنبهوا للخطوره ديال دوك الناس اللي كيسلكوا داك الشيء اللي كيقول، لانه راه بزاف ديال الناس يقدروا يتاثروا بديك الهضره. دابا نمشيو النقطه الاخيره ديال بن كيران، لانه اعتقد بان الشرعيه وبزاف ديال الناس كيتبعوه راه جابها من عند بن كيران. هو كيقول بفمه المليان بانه راه كان كيدير الراب، كيغني الراب، سما هو الراب الاسلامي. قال لك من بعد عقب 2011 عبد الاله بن كيران انذاك قال لك استدعاه لواحد المهرجان خطابي باش يبقى يسمع ليه، باش يغني لهم تما الراب الاسلامي. وهذا الغناء الاسلامي بين قوسين كان جذب لي يعني حزب اسلامي اللي هو حزب العداله والتنميه في رئيسه بن كيران، الذين كانوا في 2011 مقبلين على رئاسه الحكومه، وكان هناك مهرجان خطابي وكنت مدعوا لاغني اغاني راب اسلاميه بين قوسين. لا قبل الراب الاسلامي بالامور التي ساهمت في شهرتي يعني. اذا من هنا اعتقد انه جاب الشرعيه، من هنا بدا كيتطور. وانتم كتشوف دابا هاد الكوارث اللي كينشرين داخل المجتمع، يعني السيد يعتدي على واحد النصف ديال المجتمع، يعني المراه كيقدمها للمتابع ديالو وكانها شيء، وهذا الشيء غير معقول. وصلت به انا اعتقد بان هذيك وقاحه الاخوان، وصلت به الوقاحه لدرجه انه يقول بان الله عز وجل سخر ليه طبيبه باش انها توليه مراته. واش هذا اسلوب تفكير؟ واش هذا الشيء مقبول زعما في سنه 2025 ان انسان كيخرج كيقول بحال هاد الهضره هذه؟ دابا ماشي حنا مثلا بيناتنا نقدروا الناس كيطلعوا عليه يديروا به الطرولات في السوشيال ميديا كيضحكوا، ولكن مشى لقناه عربيه ومشى كيروج هاد الافكار اللي دايرين بحال هكا. اذا يعتدي على المغاربه، هذا الشيء ماشي مقبول الاخوان. نتوما قولوا زعما اش كيبان لكم في التعاليق. والى هنا تحيه لكم والى اللقاء.